السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. بعتذر عن غياب الفترة اللي فاتت لظروف مرضية، وهنبدأ على طول في أخبارنا. ولو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك وشير واشترك في القناة، وأقول لك اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، وسولار في التانك ولا فلوس في البنك. دي مقولات قالها جماهير الأهلي وجماهير الزمالك بعد خسارة الأهلي وخسارة الزمالك. ومعانا غيابات الاهلي او غيابات فريق الاهلي قبل ماتش المصري، او غياباتهم في مباراة المصري القادمة. ومعانا زيزو بيضغط على الزمالك ومش هيلعب ولا مباراة طالما ما خدش فلوس. ومطالبة مسؤولين الزمالك بجماهير ب50,000 متفرج في مباراة أرتا سولار. وكمان معانا عقوبات على لعيبة الأهلي واجتماع كولر وتفاصيل اجتماع كولر بلعيبة الأهلي. ونبدأ على طول أقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبدأ بأخبار الأهلي وبعد كده أخبار الزمالك. اخبار الاهلي زي ما قلنا، زي ما احنا عارفين، خسر مباراة السوبر ضد اتحاد العاصمة الجزائري في بداية موسم، وده معنويا طبعا هيأثر على الاهلي، ونأمل ان هو ان شاء الله ما يأثرش عليه. مباراة بالمناسبة كانت بطولة سهلة، كان ممكن تكسبها، بس انت نازل واثق من نفسك وحاسس ان انت هتكسب الماتش، فده كانت نتيجته اللي انت خسرت البطولة. ده غير طبعا التشكيل اللي عليه بعض علامات الاستفهام من كابتن كولر. لكن هي الماتش في الاخر خسرناه، المباراة خسرناها، وبطولة خسرتها في بداية موسم. المفروض نلم نفسنا بسرعة ونستعد للي جاي او لمباراة المصري في الدوري. وكنتيجة لكده قلنا جماهير الاهلي كانت زعلانة جدا وطبعا حزينة. الاهلي بيعتبر التعادل هزيمة، بالك اللي انت خسرت بطولة في بداية موسم. فكولر قعد مع اللعيبه كولر قعد مع اللعيبه وقال لهم ان المباراه نزلتوا واثقين من نفسكم زياده عن اللزوم، ما اديتوش اللي عليكم. في علامات استفهام على الحكم، لكن انتوا ما اديتوش اللي عليكم، ولازم نعالج الاخطاء دي قبل مباراه المصري. وكابتن خالد بيبو وقع على كل لاعب 40,000 جنيه عقوبة أو غرامة لخسارتهم مباراة السوبر الإفريقي، وده أقل واجب يعمله كابتن خالد بيبو، عشان لازم نتعلم، احنا لسه في بداية موسم. وكابتن كولر او مارسيل كولر المدير الفني للاهلي اشاد برضو بمستوى رضا سليم وامام عاشور، وانا معاه في الموضوع دوت. رضا سليم عمل مباراه كويسه جدا، امام عاشور عمل مباراه كويسه، بس لسه منتظرين منه، لان امام عاشور له ظروف خاصه، جاي من فريق منافس فلسه. بس كل الحكايه لجماهير الاهلي متوقعه منه كتير، لكن ده مش هيجي مره واحده، اكيد مع الوقت. وطبعا لو المهاجم موجود، لو عندك مهاجم موجود كان هيفرق معاك كتير. وعشان كده انا مع كولر لما كان بيطالب بمهاجم. لو معاك مهاجم كانها الهجمات اللي جات لك وما عرفتش تجيب منها جوال دي، كنت على الاقل هتجيب منهم جونين 3. فكولر بقاله سنتين بيقول عاوز مهاجم عاوز مهاجم. لو المهاجم جه بدري شويه كان اكيد هينفعك في مباراه زي ديت. ده بالنسبه لاخبار الاهلي. وعندنا غيابات الاهلي في مباراه المصري القادمه. الاهلي عنده لعيبه هتغيب عن مباراه المصري القادمه. عندك محمود كهربا وحسين الشحات، وده محمود كهربا موقوف 6 مباريات انضباطي طبعا، وحسين الشحات موقوف مباراتين نتيجة الأحداث اللي تمت في مباراة بيراميدز مع الشيبي لاعب بيراميدز. وعندنا عمرو السولية لأنه لسه التأهيل بتاعه مكملش، فكده في 3 لعيبة غايبين عن مباراة المصري. وطبعا حسين الشحات وكهربا يأثروا في مباراة المصري، بس عندنا بقى في مهاجم، فحسين الشحات هيأثر أكيد معاك، برغم إن هو ما كانش هو حسين الشحات في المباراة اللي فاتت. وزي ما قلت لك جماهير الاهلي بتقول لك اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. فلما بعدها على طول شافوا الزمالك بيتغلب من فريق مجهول الهوية ارتا سولار كسابقة لأول مرة فريق جيبوتي يكسب فريق مصري، والفريق ده مغلوب 14
14 من يانج افريكانز، ومغلوب 9 من المقاولين. يعني فريق اي حد يكسبه، اي حد معدي يكسبه. لكن حالة الزمالك طبعا ولاعيبة الزمالك وتأليف مدرب الزمالك ادى للنتيجة ديت. فلاعيبة الزمالك طلعت من المباراة زي ما قلنا بشعار سولار في التانك ولا فلوس في البنك، ورجعوا وهم مغلوبين. والمدرب طبعا ألف الطريقة بتاعته مصر عليها رغم اللعيبة مش هتعملها. عندنا محمد عبد الغني، حاتم سكر، السيسي، الزناري، مع احترامي ليهم لعيبة لا تليق بنادي الزمالك. ما كانش فيه غير مصطفى شلبي. والزمالك خسر نتيجة الذهاب ناقص الإياب اللي هو يوم 30 سبتمبر الساعة 7 مساء في استاد القاهرة. وكابتن عبد الواحد السيد بيطالب، أو مسؤولين الزمالك بيطالبوا، قال لنا كده الكابتن عبد الواحد السيد، قال لنا مسؤولين الزمالك بيطالبوا 50,000 متفرج يوم مباراة الإياب اللي هي 30 سبتمبر. 50,000 متفرج. طبعا ده حقه يطلب جماهير تسانده، مع ان طبعا الفريق ده مش محتاج حتى 10 متفرجين يقعدوا يتفرجوا عليك، لان لو انت قاعدين 10 بيشجعوك هتكسبوا اي حد يعني. فريق ارتا سولار دوت ما سمعناش عنه، زي ما قلت لك مغلوب 14 ومغلوب 9، ومش محتاج كل الكلام دوت. يعني لو الجهاز الفني بيشجعك كده هتنزل تكسبه، ومش محتاج الكلام ده كله. يعني انت مفخم الموضوع قوي، 50,000 متفرج على الفريق ده، لكن ده حقك طبعا انت تطلب دعم للزمالك من جماهيرك، وده حقك طبعا. طيب ايه تاني عندنا اخبار بتقول ان زيزو قال لك مش هلعب اي مباراة تانية غير لما اخد مستحقاتي. يعني زيزو غاب عن المباراة اللي فاتت اللي هي ارتا سولار، وطبعا ده من اسباب هزيمة الزمالك انه اثر على الزمالك. زيزو مؤثر جدا في الزمالك. واخبار ان هو هيغيب عن مباراة بيراميدز لو ما خدش مستحقاته. زيزو عاوز 50% من الموسم اللي فات باقي مستحقاته، وعاوز 25% من الموسم الجديد. وقال لك مش هلعب غير لما تدوني فلوسي. وطبعا ده حقه وحق اي لاعب، مش لاعب غير لما تديني فلوسي. ده شعار زيزو. وبكده اخبارنا عن الاهلي وعن الزمالك انتهت، ونتعشم ان مباراة المصري الجاية تبقى مصالحة لجماهير الاهلي. وانا بقول لك اهو كابتن كولر بلاش طاهر. كل مرة اقول لك بلاش طاهر وما بتسمعش الكلام. بلاش طاهر، ابدأ دايما بالتشكيلة اللي انت متعود عليها المتوازنة. الصفقات الجديدة مش لازم نبدأ بيها ولا حاجة، ممكن تنزل تغيير عادي جدا. وانا بتكلم طبعا كأهلاوي او كمشجع اهلاوي. واقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير واشترك في القناة.